سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من قاعة مكتبة مصر الحديثة بالدقي ومهرجان في تنفيذ السكر بعنوان مرحب شهر السوق مع جريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجيل. لقاءنا مع الإبداع والتميز والشعر والغناء مع أيسل مصطفى. عرف نفسك يا أيسل. معكم أيسل مصطفى كوان في الصف الرابع الابتدائي دار إيدكو التعليمية مدرسة السيد نمير. طيب ممكن بقى تقول لنا الشعر الجميل اللي انت قلتيه جوه؟ طبعا. اتفضلي صوت عالي. هلال رمضان أهلا بيك أنا مستنيك يا رمضان، جبت فانوسك نفسي أشوفك يا رمضان، بتجمعنا أصحاب وحبايب يرجع لينا الحزن الغايب زي زمان. أهلا بيك يا رمضان، أول لما تهل علينا نلقى الفرحة مليانة، نلقى جوامع نور في شوارع كلها زينة، كل بيوتنا في كل مدينة أي ميدان أو أي جنينة، حتى البحر وكل سفينة، حتى القرية في كل مكان تتباهى بجمال رمضان. أهلا بيك يا رمضان، أول لما يجي هلالك ما لقيتش في الدنيا مثالك ولا شهر بيشبه لجمالك، ده انت جمالك ملوش زي ضي هلالك أجمل ضي، يا أهل الحارة يا أهل الحي احتفلوا بهلال رمضان. أهلا بيك يا رمضان، قبل ما تغرب شمس اليوم وتقلب كده في الألبوم الشيخ رفعت صوته جميل والتواشيح نفحات الصوم والقرآن بهجة رمضان. أهلا بيك يا رمضان، قبل ما تغرب قبل المغرب لما يأذن نلاقي الناس واقفين طوابير والأطفال زي العصافير، واحد شايل أكل في إيده والتاني فاكهة وعصير وبيتصدق الله يزيد. إحنا معانا التمر كتير يا أهل الخير بنوزع بركات رمضان. أهلا بيك يا رمضان، في التراويح بنصلي قلوب وملايكة حوالينا بتدوب بتصلي وياك في المسجد، بتكبر لله وبتسجد، والإيمان دايما يتجدد بصلاتنا على سيدنا محمد، واملى حياتك خير وتعبد، خليك عابد خليك زاهد راكع ساجد وافتح قلبك للإيمان. أهلا بيك يا رمضان، صحي صحابك صحي جيرانك وتصحك وتعجل دايما بفطورك، وسحورك خليه متأخر، أصل سحورك طاعة وسنة وبفضل الله بيقويك والبركة في سحور رمضان. أهلا بيك يا رمضان، قوم واتفضى وصلي الفجر في رمضان وفي كل العمر، خليك فاكر ليلة القدر أعرفها في ليالي العشر من رمضان. أهلا بيك يا رمضان. عن النبي برافو عليك الله عليك ما شاء الله، يعني فعلا نماذج مبدعة. أهلا بيك يا رمضان، احنا اشتقنا لصلاة التراويح وقراءة القرآن مرات ومرات عديدة، فليست الحرف بعشر ولكن الله يضاعف لمن يشاء. ختمة القرآن في رمضان ب3 مليون حسنة. مين مشتاق؟ مين عايز ياخد 30 مليون حسنة ويختم القرآن 10 مرات؟ مين هيجي معانا وينضم إلينا زي أيسر لما قالت أهلا رمضان؟ كل سنة وانتم طيبين. كان معكم الدكتور مجدي الناظر، راديو صوت الجيل وجريدة بوابة عاجل مصر. كل سنة وانتم طيبين.